وقبل الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة هاديا ومعلما، فنزل على أسعد ابن زرارة فدعاه وقرأ عليه القرآن فأسلم، وتسامع الناس بخبر مصعب، فأتاه سعد بن معاذ وقد لبس لأمته وكان سيد الأوس، أتاه يريد قتله، فقال له أسعد بن زرارة: يا ابن خاله، اسمع من قوله: إن سمعت منكرا رددت عليه، وإن سمعت حقا فأجب إليه. فقال سعد: ماذا يقول؟ فقرأ مصعب بن عمير: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا. الآيات من أول سورة الزخرف. فأسلم سعد بن معاذ، وكان بعد مجاهدا كريما اهتز لموته عرش الرحمن. قال أهل السير: رجع سعد إلى قومه فقال: إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة.